السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الرحلة الإيمانية التي نغوص فيها في أعماق عظمة الله في خلقنا وخلق هذا الكون الفسيح. اللهم اجعل هذا اللقاء نورا يضيء قلوبنا وراحة تسكن أرواحنا وادفعنا للتفكير في عظيم قدرتك يا الله. لنبدأ رحلتنا بالتأمل في أنفسنا، في أجسامنا التي خلقها الله بتصميم دقيق ومدهش. انظروا إلى هذا القلب الذي ينبض دون توقف، يعمل دون أن نشعر ليضخ الحياة في أجسادنا. انظروا إلى أعيننا، كيف ترى الألوان والأشكال، وكيف تعكس ذاك الضوء لتمنحنا رؤية هذا العالم الرائع. سبحان الله الذي قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنها دعوة مفتوحة للتأمل في أنفسنا ومعرفة عظمة الله في كل خلية وجزء. ثم نرفع أعيننا إلى السماء، إلى الكون الفسيح الذي يعجز العقل عن استيعاب حجمه وتفاصيله. هل تأملنا في عدد الكواكب والنجوم التي تملأ الفضاء اللامتناهي؟ هل تخيلنا كيف أن كل جسم يتحرك بانتظام وفق نظام دقيق؟ كوكبنا الأرض يدور حول نفسه وحول الشمس في حركة متناسقة دون أن نلمس أو نشعر بهذا الدوران. قال الله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، كل شيء في هذا الكون يتحرك بحساب دقيق لا يتغير، إنه إبداع لا يدركه إلا من يتأمل. هل تعلمون عظمة الله ورحمته بنا كم هي هائلة؟ الله العظيم في قدرته، الرحيم بعباده، لم يخلقنا ليتركنا، بل يحيطنا برحمته وعنايته في كل لحظة. يرزقنا من حيث لا نحتسب، ويغفر لنا زلاتنا ويبدلها حسنات. إذا لجأنا إليه أجابنا، وإذا اعتمدنا عليه لم يخذلنا. قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لنقترب من الله ونشعر بحنانه علينا، فهو أرحم بنا من أنفسنا. لنخصص في حياتنا لحظات للتأمل في هذا الكون في أنفسنا، لحظات نشكر فيها الله على نعم لا تعد ولا تحصى، وعلى تفاصيل صغيرة تجعل حياتنا أجمل. حاول أن تجد مكانا هادئا واغلق عينيك وفكر في كل شيء حولك، في الهواء الذي تتنفسه، في الأشجار التي تمنحك الأكسجين، وفي الماء الذي يحيي الأرض. واطلب من الله أن يمنحك الحكمة لتشعر بقربه، وأن يملأ قلبك بالسكينة والإيمان. وحافظ على صلاتك، لأنها أكبر شيء يربطنا بالله سبحانه وتعالى، والدعاء هو الذي يريح قلوبنا. إن رحمة الله تتجاوز تصوراتنا، فهو الذي يمدنا بالصحة والعافية ويرزقنا من حيث لا نحتسب. تذكروا أنه مهما أخطأنا وتعثرت خطواتنا يظل الله ينادينا للتوبة والمغفرة. يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية هي رسالة من الله لكل عبد تطمئنه أن باب الله مفتوح دائما للعودة إليه، وأن رحمته أوسع من كل ذنب. إن الله في خلقه للكون لم يخلق شيئا عبثا. تأملوا في تفاصيل السماء من غيوم ونجوم وكواكب، وكلها تسبح في مدار محدد لا يتغير. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه النجوم التي نراها كل ليلة هي آية من آيات الله تدعونا للتفكر والتسبيح. أحيانا نشعر بالوحدة أو الحزن ونبحث عن من يقف بجانبنا، لكن هناك حقيقة تهدئ الروح، وهي أن الله قريب منا دائما، يعلم أسرار قلوبنا وهمومنا قبل أن ننطق بها. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قرب الله منا هو مصدر أمان لا يشبهه شيء.
إنه معنا في فرحنا وحزننا، يسمع دعاءنا ويجيبنا. هل تأملتم يوما في إبداع الله في التفاصيل الصغيرة؟ حتى في أصغر الكائنات نرى عظمة الله. انظروا إلى النمل أو الحشرات الصغيرة، لها نظام خاص وتعيش حياتها بتفاصيل ودقة، وهي تسير بحكمة وكأنها تعرف طريقها منذ البداية. تأملوا في هذه التفاصيل الصغيرة وستدركون أن الله لا يترك شيئا بلا حكمة أو فائدة، حتى في أصغر المخلوقات. تأملوا في الماء، هذا العنصر الذي خلقه الله ليحيي به الأرض ومن عليها. يقول تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا التوازن في الطبيعة من مياه ورياح وحرارة هو دليل على حكمة الله التي تعمل بشكل متناسق لنعيش نحن في بيئة متكاملة توفر لنا كل ما نحتاج. هل تعلمون أن الله هو الملاذ الآمن في أوقات الضيق؟ في أوقات الحزن أو الضيق نجد في الله الملجأ الذي لا يخذل، الركن الذي لا يهتز. عندما نلجأ إلى الله بقلوب صادقة يمدنا بالقوة ويمنحنا السكينة، ويقول لنا في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندما نذكر الله ونتوكل عليه نجد أن كل ألم يخفف وكل خوف يزول. علينا التفكير في الحياة بعد الموت، فحياتنا على الأرض مجرد رحلة قصيرة تذكرنا آيات الله أن هناك حياة أخرى، وأن الموت ليس النهاية بل بداية لحياة أبدية. هذه الحياة الآخرة هي إحدى آيات الله التي تدفعنا للتأمل والاستعداد للقاء الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنها دعوة لنفكر في الغاية الأسمى من وجودنا. وفي الختام نسأل الله أن يجعلنا من المتفكرين في عظمته، وأن يملأ قلوبنا برحمته. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وابعد عنا كل هم وغم، وامنحنا نفوسنا مطمئنة ترضى بقضائك وتحب لقاءك. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. أتمنى هذه الحلقة أن تكون نالت إعجابكم ووصلت إلى قلوبكم، ومرحبا بكم في قناتكم التي تسعى لإرضائكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، وشكرا.